بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. حياكم الله أخواني وأخواتي وأعزائي الكرام. معاكم أخوكم الشيخ الروحاني مسعد العماني أبو عبد الله. اليوم قررنا أن نشرح لكم بعد انقطاع طويل، نعطيكم ما هو مخلص عمل تنزيل الأموال. طبعا تنزيل الأموال من أحد الأعمال الشهيرة في الوطن العربي أو في الخليج العربي وفي جميع أنحاء العالم. الكثير من الناس يتساءل: هل هذا العمل حقيقي أو لأ؟ أخواني وأخواتي، هذا العمل حقيقي 100% بإذن الله تعالى. ويوجد دلائل على هذا الموضوع بإذن الله تعالى. اللي يجي لعندي ويسألني: يا شيخ أنا ما عندي، بإمكانك تاخذ النص بعد التنزيل، بإمكانك تاخذ المبلغ الفلاني بعد التنزيل والتكلفة بعد التنزيل. أخواني وأخواتي الله يحفظكم، تنزيل الأموال له أساليب مُعدّدة وأساليب منوّعة، يعني ما هو أسلوب واحد، ما هو عمل واحد، وما هو طريقة وحدة، له الكثير من الطرق وله الكثير من المراحل اللي أعدّي عليها. تنزيل الأموال مو بكيفي ولا بكيفك، عند اللي ننجبر على شيء نسويه وله شروط، طبعًا له شروط. لازم تسوي كذا ولازم تحضّر كذا ولازم تجيب كذا. هذا الشيء من شروط هذا العمل، وشروط العمل إنك تدفع نسبة ما قبل التنزيل. قبل التنزيل لازم تدفع نسبة من تكاليف الشغل أو إنه التوكيل حقي، فهمتم علي؟ أنا ما أقدر أنزّل بدون ما تدفع أنت الوكيل، أنت الوكيل في هذا العمل. واللي يتساءل إحنا كيف ندفع وكيف نضمن؟ أنا أعطيكم أول ضمان إنه إن كنت في أي دولة أو في أي بلد يوجد عندي وكلاء في جميع البلاد العربية، إن كان في المملكة العربية السعودية، إن كان في سلطنة عمان، إن كان في الإمارات العربية، إن كان في الكويت، في قطر، في البحرين، في أي مكان في العالم يوجد عندي وكلاء في هذا الشغل، وأقدر إني أخليكم تحولون داخلي عشان تضمنون حقكم. أنا عندي اللي أحوله داخلي يكون الشخص متواصل معاكم. وأنا بس حبيت إني أوضّح فكرة باللي قاعد يصير معاي، والناس اللي قاعدة تيجي لعندي كذا بتكلمني وكذا بتقول. أنا بس قاعد أوضّح لكم فكرة عشان ما تسألون لي نفس السؤال عند اللي تجون لعندي. وكان معاكم أخوكم الشيخ الروحاني مسعد العماني. بإمكانكم التواصل معي عبر هذا الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.